مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. والنهارده هنعمل محشي في الفرن وفراخ مشوية معاه، ولا بوتاجاز ولا واقفة على بوتاجاز ولا اي حاجة. بس يلا حبيبتي، حطيلي لايك جميل منك عشان نبتدي الفيديو على طول. وهقولك كمان امتى نعمل محشي ني في ني وامتى نعمل محشي مسبك وايه الفرق بينهم هما الاتنين. بس الاول عندي الفراخ كده. طبعا الفراخ صغيره لان هي هتدخل الفرن، فانا هفتحها كده وبس هرش فيها رشه ملح وفلفل اسمر عشان احيق اللحم بتاعها. ده غير التتبيله اللي هنتبلها لها، بس عشان الفراخ تبقى واخده حياء من بره ومن جوه كده. ولما اجي اكل اللحم بتاعها يبقى متحيق، ما يبقاش عادم. وهدخل ايدي كده وهحيق الصدور كده، وهحيق كمان الوراك. وهدخل ايدي كده هنا عشان لما اجي اكل اللحم احس ان الفراخ حيقه. اول حاجه هنعملها هي تتبيله الفراخ دي، وبعد كده هنسيبها على جنب تتشرب بقى من التتبيله بتاعتها. انا ايدي فيها ملح وفلفل اسمر بس، ما فيهاش اي حاجه تاني. زي ما بنحيق كده لحم السمك في الاول، ووريتكم معايا انا بحيق لحم السمك كده في الاول علشان التومه لوحدها، وحياء التومه مش بيخلي السمك طعمه حايق وحلو. كل ما تظبطي حياء اللحوم ديت، يعني السمك او الفراخ او اللحمه حتى في الشوي وكده بتبقى طعمها حلو. هنا بقى انا معايا بصلايه وطماطمايه، وطماطمايه بس، برضو حطيت عليها ملح وفلفل اسمر بس. وهتبل بيها الفراخ من جوه ومن بره، هسيبها تتبل بالتتبيله اللي احنا عطيناها لها دي اهو، عشان احس بطعم الشوي وطعم التتبيله في الفراخ. كل ما تشرب من التتبيله هيبقى طعمها احلى. طبعا لو تركنيها، يعني هتركنيها في التلاجة، مش هتحطيها جنبك في اي حته، خاصه في الحر اللي احنا فيه ده. انا ما بحبش اعمل المحاشي دي في الحر، بس الولاد قالوا لي نفسنا فيه. انا ما عملتوش تقريبا من اول الصيف، ولو ان عندي ورق عنب زي ما خزنته معاكم قاعد زي ما هو في التلاجة. يعني انا خدت منه وعملت مره او حاجه، لكن مش بحب اعمل الاكل التقيل ده في الصيف وفي الحر ده بصراحه. يعني بتبقى الاكلات الخفيفه السهله احسن. زي ما بقول معاكم في الفيديوهات، نعمل الاكل ونجري كده. انا تبلت الفراخ كويس اهو. الفرخه دي حوالي 2 كيلو الا ربع، مش كبيره قوي يعني. انا كده خلاص تبلتها. هشيل بقى الفراخ دي على جنب واجيب حاجه المحشي، واجي نتكلم شويه عن المحشي. انا زي ما قلت لكم عندي ورق عنب، بس انا قلت اجيب بدنجان اللي مالي السوق ده وخلي ورق العنب يبقى مره تاني. خلاص الدنيا راح اضطري ان شاء الله باذن الله، وهنعمل محاشي كتير. عايزه اكلمكم بس الاول عن البدنجان. انا عندي بدنجان اللي هو الموف اهو، اللي هو ابيض في موف، وعندي البدنجان الاسود خالص. بصوا البدنجان بقى عشان نقوره دي طريقتي. مش عارفه كل الناس بتعمله كده ولا لا. البدنجان بمسكه اطريه كده، اطري فيه لغايه لما يبقى زي الميه كده، واروح شايله القمع اللي من فوق ده كده، وبجيب السكينه بتاعه الجاتوه. بس انا مش عارفه راحت فين، كانت معايا. المهم بصوا، هو انتوا حتى بصوا من غير تقوير، من غير حاجه، بصوا كله بيطلع معايا البدنجان اهو كده. هو البدنجانه خلاص عايزه تتشطف وتتحشى على طول. بشد بقى كده اللي هو الالياف اللي ماسكه دي كده اهو، بس بعملها بقى بسكينه الجاتوه اللي هي العريضه، فما فيش ولا واحده بتتفزر معايا اهو. بصوا اهي هي كده خلاص نطفت، ما فيهاش اي حاجه من جوه اهو. بصوا بتحشى على طول اهو. اعمل معاكم واحده تانية، بطريها على الارض. هي لازم تضطر على يعني رخامه او على الارض، على اي حاجه كده تفضلي تطري فيها. وبعد كده وبتشيلي القمع
واهو بتعصريها على طول. بصي بالسكينه اهي، هي مفتوحه اهي، بالسكينه على طول، وبروح دايسه عليها، بتروح مطلعه كل اللي جواها اهو، من غير اي تقوير، من غير اي حاجه اهو. بصوا بشده بقى كده وخلاص، هي كده اتقورت وكل حاجه طلعت منها اهو. عايزه بس تتشطف شطف اهي. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، هي اتقورت تمام يعني، مش عايزه اي حاجه تدخل تاني جواها اهي اهي، ولا اتخرمت ولا اتفزرت ولا اي حاجه. بصوا عايزه بس اوريها لكم ان هي ما فيهاش حاجه. هشطفهم ونرجع نعمل بقى تتبيله الرز. معايا شويه الرز اللي انا هعملهم دول حوالي كيلو رز. هحط عليهم شويه زيت، وهحط لهم بقى ايه، ملح. معايا التوابل، فلفل اسمر، مش هكتر كتير توابل. كمون، دي كبيبه صيني سنه صغيره، لو عايزه تحطيها حطيها، لو عايزه تستغني عنها استغني عنها. وبرده ارجع واقول لك البهارات على حسب ذوقك. ودي كزبره ناشفه، وهجيب كمان سنه شطه وملح. حطيت له شطه وحطيت له شويه زيت تاني. الصراحه المحشي بيحب الزيت كتير شويه، يعني بيحب يطلعه مفلفل، يعني كيلو ياخد حوالي ربع كوبايه زيت، ناقصه معلقه كده او حاجه يعني عشان يطلع مفلفل. انا قلبت الرز بالتوابل كلها اهو. وهجيب بقى بصلايه، انا هعمله النهارده ني في ني. ليه هعمله ني في ني؟ عشان هدخله الفرن. احسن محشي للفرن هو الني في ني. ليه؟ لان المسبك يا جماعه ما بيبقاش فيه ميه، انا سبكته يعني نشفت الميه اللي فيه، و عاوز ميه كتير عشان يستوي، فلازم احطه فين؟ هحطه على البوتاجاز، ده المسبك. اما لو هتعملي محشي ني في ني، يبقى يعني لو عايزه تعملي محشي في الفرن خليه ني في ني. طبعا هو يتعمل الني في ني على البوتاجاز فوق، بس بنقلله الميه شويه. يعني لو انت عامله كوبايتين بنحط له كوبايه ميه واحده، لو انت عامله كوبايتين رز بحط له كوبايه ميه واحده بس. ده الني في ني. اما المسبك بنحط له نفس المعيار، لان احنا سبكناه ونشفنا الميه منه. انا دلوقتي هقلب اهو التتبيله كلها مع بعضها. انا واخده على المحشي ان هو بيبقى مسبك، لكن لما بعمله بس في الفرن بخليه ني في ني. زي ما قلت لك هو كده مش بيحتاج ميه كتير، فمش هيطشطش ويقلب في الفرن. ده كمان غير ان هو هيستوي وياخد راحته في السوى، لان الخضار ده هينزل ميه، البصل والطماطم هينزل ميه، وكمان الحشو اللي يعني البدنجان والفلفل والكوسه، لو في كوسه محشياها هتنزل ميه وتسوي الرز. يعني الرز هياخد كفايته من الميه في الني مع كوبايه الميه الصغيره اللي احنا هنحطها له. اما المسبك عاوز معياره هو يعني كوبايه رز تبقى كوبايه ميه. هو عاوز طماطم تاني، هجيب له طماطم تاني وارجع. انا زودت له طماطم شويه، ولو في خضره تاني كمان كنت حطيت له. انا بحب المحشي جدا بالخضره كتير، بس هما الولاد جابوا لي دول. بصوا الفلفل بقى، انا عايزه اقول لكم على الفلفل يا جماعه، مش بنقطعه كده قطع، لا بصوا سكينه او بتمسكيها تدوسي عليها لجوه كده وتطلعيها، فبتحافظي على الجوانب دي. الجوانب دي كمان بتحافظ على الرز، ما بتخليش الرز يتبعتر على قد ما تقدري يعني. فدلوقتي انا هتيجي احشي البدنجان الاول اهو. طبعا ايدي نضيفه وكل حاجه، بس ده من البدنجان، الاثر الرسمي للبدنجان اللي لازم يعمله اهو. هحشي وارص في الصينيه اهي جنبي، وهشوف دلوقتي بقى نحط الفراخ ازاي في النص، ولا نعمل لها ايه علشان الصينيه تكفي وادخلها الفرن. بس هرجع لكم اكمل يعني هحشي وارجع لكم اهو. انا طبعا مش بكبسه وفي نفس الوقت مش بملاه قوي، بس نخلي بالنا ان هو ني في ني يعني
التتبيله هتكش لان البصل هتطلع ميتها. اهو هو كده حلو قوي مش مليان. وهبتدي ايه ارص في الصينيه. برضك كنتي بتقطعي البدنجان ما تخليش فتحه البدنجان واسعه قوي، يعني ما تجيش تقطعيها من هنا وتخليها واسعه قوي عشان يخلي الرز جواه وما يبعترهوش وهو بيستوي، بالذات اللي هو بيستوي على النار، لانه اللي على النار بيغلي جامد غير بتاع الفرن. اهو كده. عرفتي بقى، انا بحب اعمل المحشي ني في ني عشان بتبقى ميته كتير كده واحطه في الفرن على طول. ما بحبش يعني، بحب اول ما اعمل ني في ني احطه في الفرن. اما المسبك بحب احطه على البوتاجاز، على عين البوتاجاز في الحله يعني. ولو ان ده بيطلع حلو ده بيطلع حلو، بس ده ما بياخدش ميه كتير زي ما قلنا، وكمان ما بيطرطش في الفرن بقى ويحرقها محروقها. اهو كده. ننضف الصوبع كده واروح حاطاه. برضو الفلفل هعمل معاكم واحد اهو، هو كده احشيه اهو. وبرضو مش هملاه قوي اهو كده، يعني حلو قوي. نضفه بقى حلو كده من الرز، واكمل الحشو وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي اخر حاجه وصلت لها هي الاختراع دوت، يعني ان انا احط الفراخ كده واقفه في النص. صراحه الصينيه ما شاء الله ربنا يبارك اتملت من المحشي. فجيت احط البراطيم دي، انا قلت احط البرطمان ده كده والبسه الفرخه. بس لازم تبقي حاطه فيه شويه ميه. نفع وكل حاجه. بس لقيته عالي على الفرن عندي، انا عندي الفرن واطيه شويه. فرحت شلت البراطيم ورحت حاطه، ينفع تحطي ازازه على فكره، برطمان، كوبايه، اي حاجه تلبسيها لو ما عندكيش مكان وهتتزنق الزنقه دي. بس انا بقى ايه، ما نفعش يدخل في الفرن، فرحت شايل البراطيم تاني، ومكان البراطيم حطيت الفراخ مزنوقه، يعني حتى هي زنقت المحشي اهو. بس مش مهم، انا مش رايحه اولع الفرن ساعتين وارجع اولع نار تاني بره يعني. هو كله يستوي في مكان واحد وخلاص. بصوا انا ما عنديش شوربه، فدي الميه اللي فاضله من المحشي. انا يعني هي دي كوبايه. انا حطيت ملح بس. دي الصلصه ديت اللي كانت فاضله حبه في الخلاط، بس انا مش هحط اكتر من كده. خلاص كده كفايه. وهجيب بقى فرشه وادهن الفراخ دي بماده دهنيه، سمنه اي حاجه بقى، مش هينفع احطها تاني في السمنه الفرشه، عشان انا حطيت الفرشه في الفراخ وما كنتش مطلعه حبه سمنه لوحده. فحطيت هنا بقى كده على الفرخه اخد منها وادهن كده، عشان ما ارجعش الفرشه دي تاني في السمنه يعني. بصوا اهو. وهدخلها بقى الفرن. اغطيها الاول بفويل علشان الفرخه تحمر. عشان تستوي، اقصد عشان المحشي يستوي. وبعد كده انا هشيل الفويل واخلي الفراخ كده تعري. انا هغطيها الاول كده بورق زبده اهو. هقفل عليها كويس جدا وما اطولش عليكم بقى. هرجع اغطيها تاني بورق ألمونيوم فوق منها وادخلها الفرن، وبعد كده نرجع نشوف الدنيا فيها ايه. ايه رأيكم بقى في الصينية القمر دي؟ دلعوا نفسكم شوية قبل المدارس ووجع القلب والمذاكرة ومش فاضية اعمل وعايزة اكل خفيف واكل بسيط. يعني يومين فاضلين ندلع نفسنا شوية يعني بأكلة كده بتاخد وقت معاكم شوية يعني. انا عايزة بس اقول لكم ان هي استوت. بصوا آه جناح كسر العظمية بتطلع خالص منه. عايزة اوريكم صبع محشي. هي اخدت بالظبط يا جماعة ساعتين في النار. صينية المحشي بالفراخ دي خدت ساعتين في النار. بصوا
بصوا الرز مفلفل ازاي من جوه، بصوا الجمال، حاجه كده يعني ربنا يبارك. بصوا حاجه كده بمنتهى الجمال. مش هطول عليكم اكتر من كده. الفراخ برضك استوت خالص زي ما قلت لكم. نقدر نقطع منها من هنا كده. طبعا تقدري تشكيها بشوكه، لو نزلت سائل ابيض تبقى هي استوت. بس هي بالظبط بالظبط يعني اخدت معايا ساعتين في النار. عريت اخر حوالي نص ساعه كده، شلت الغطا من عليهم خالص وعشان تاخد لون وعشان تحمر الفراخ يعني كده. حتى المحشي اخد لون. يا رب تجربوها وتعجبكم. عايزه اقول لكم ان ضرب الطماطم بتاعه المحشي وهو ني في ني بتبقى خشن لو ضربتيها في الخلاط، او تقطعيها رفيع جدا زي التبوله كده رفيعه خالص، او تضربيها في الخلاط خشن. عايزه اقول الف هنا وشفا للي يجرب. كانت معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي ما اشتركتيش معايا اشتركي في القناه، هتشوفي كل حاجه تعجبك ان شاء الله. وهنعمل اكلات موفره، وهنبتدي بقى نستعد للمدارس باذن الله في وصفات جميله وحاجات حلوه للمدارس هتنفعك تحطيها في التلاجة. ما تنسيش تعملي لايك. كانت معاكم قناه حلو حادق مع المسيه، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.